أخنوش في ورطة. هاد الجملة اللي كتشوفوا في المصغرة هي اللي كتردد دابا في الرادارات السياسية بالمغرب. شوفوا مزيان ملامح الصدمة في وجه عزيز أخنوش، وبالمقابل شوفوا الحزم والصرامة في وجه الراجل القوي اللي بجنبه عبد الوافي الفتيت. هاد الصورة ماشي مجرد لقطة عابرة، هادي كتجسد الصراع الصامت اللي نايض في كواليس القرار. حنا هنا في الشارع المغربي غنكشفوا لكم اشنو وقع ملي طفاو الكاميرات. الورطة بدات ملي الفتيت حط فوق الطبلة تقارير الولاة اللي كتقول باللي شعبية الحكومة وصلت للخط الأحمر. واش في خباركم باللي كاين فيتو سيادي تحط على قرارات اقتصادية كان أخنوش باغي يمررها؟ هادشي كامل كيوصلنا لسؤال واحد: واش وزارة الداخلية بدات كتسحب البساط من تحت يد الحكومة؟ والجواب غيصدمكم في الفقرة الجاية. ملي كيهضر عبد الوافي الفتيت راه كيهضر بالداتا والواقع ديال الزنقة. المعلومة الاستخباراتية اللي عندنا هي أن الفتيت قدم مذكرة سوداء لرئيس الحكومة فيها أرقام حقيقية على الاحتقان الاجتماعي اللي ما بقاتش كتقدر التقارير الحزبية تغطيه. الفتيت واجه أخنوش باللي الاستقرار أهم من الأرقام الاقتصادية اللي كيفتخر بها الحزب. الصدمة هي أن وزارة الداخلية بدات كتدخل في اختصاصات تقنية كانت حكر على الوزراء ديال الأحرار، وهذا الشيء كيتسمى في لغة السياسة وضعية تحت الوصاية. علاش الفتيت تحرك دابا بالضبط؟ واش كاين تخوف من خريف غاضب غيقلب الطابلة على كل شيء؟ هذا الاشتباك في الصلاحيات خلى أخنوش يحس باللي الساروت ديال التحكم في الأغلبية ما بقاش بين يديه بوحده. الورطة كبرات ملي الفتيت أصدر دورية سرية كتعطي صلاحيات واسعة للولاة والعمال باش يراقبوا صرف ميزانيات الجهات. هذا التحرك هو ضربة مباشرة للعمود الفقري ديال حزب أخنوش، حيث بزاف ديال رؤوس الأموال السياسية في الحزب كيرتمدوا على هذه الميزانيات. الفتيت بصفته وزير الداخلية سد الروبيني على مشاريع كانت غتستعمل الأغراض انتخابية سابقة لأوامها. الكواليس كتقول باللي كاين شد وجذب كبير وقع في اجتماع مغلق فين الفتيت قالها بصريح العبارة: الأمن القومي كيبدأ من تدبير الخبز والماء وماشي من البورصة. واش هذه هي بداية تفكيك الإمبراطورية الانتخابية اللي بناها أخنوش؟ هاد السؤال كيدينا لواحد الملف مسكوت عنه كيتعلق بإعادة هيكلة الإدارة الترابية. من بين أخطر الأسرار اللي ما بغاوكمش تعرفوها هي أن وزارة الداخلية دخلت على خط مجلس المنافسة بطريقة غير مباشرة. الفتيت وصل ليه تقرير كيبين باللي كاين لوبيات قريبة من المخيط الحكومي كتستغل نفوذها باش تسيطر على صفقات تحلية المياه والطاقة البديلة. الورطة هي أن هذه الصفقات عندها أبعاد استراتيجية، ووزارة الداخلية شافت باللي تركيز الثروة في يد جهة واحدة كيشكل خطر على توازن الدولة. هنا فين بانت ديك الدهشة في وجه أخنوش، حيث لقى راسو قدام حائط سدي سميتو الفتيت. واش عرفتوا باللي كاين طلب رسمي لافتحاص ثروات بعض الوجوه السياسية الصاعدة؟ هاد القنبلة إلى تفجرات غطير رؤوس ما كانش حد كيتخيل باللي غتحاسب يوما ما. المعلومة الصادمة هي أن كاين بروفايلات تكنوقراطية دابا كتدرب في كواليس وزارة الداخلية باش تاخذ مناصب وزارية حساسة في أقرب تعديل. الفتيت كيشرف شخصيا على بنك معلومات فيه كفاءات ما عندهاش انتماء حزبي، والهدف هو تعويض الوزراء اللي فشلوا في تدبير الأزمات الاجتماعية. أخنوش حس باللي حكومة الظل بدات كتوجد، وباللي الدور ديالو السياسي بدا كيتقلص لصالح الدور الإداري الصرف. كيفاش غيقدر أخنوش يواجه ماكينة الداخلية اللي ما كترحمش؟ كاين اللي كيقول باللي الورقة الأخرى اللي بقات عنده هي الضغط الدولي، ولكن حتى هذه الفتيت سد عليها الباب بتقارير كتقول باللي السيادة الوطنية فوق كل اعتبار. شكون هاد الشخصية الوازنة اللي دخلت وسيط بيناتهم وفشلت في الصلح؟ كاين ليكاج خارج من واحد الاجتماع سري في الرباط كيهضر على مواجهة كلامية حادة بين خنوش والفتيت. الفتيت جبد ملف الدعم الاجتماعي المباشر وقال باللي الطريقة باش كيتدبر فيها ثغرات تقنية ممكن تستغل في شراء الأصوات. هذا الاتهام المبطن خلى أخنوش يخرج عن صمته ويطالب باستقلالية القرار الحكومي. الرد ديال الفتيت كان بارد وصاعق: الداخلية هي العين اللي ما كتنعش، وحنا كنشوفوا اللي نتوما ما بغيتوش تشوفوه. هذه الجملة هي اللي خلت الورطة تولي حقيقية، حيث كتعني باللي كاع تحركات الوزراء دابا تحت المجهر. واش هذه هي نهاية شهر العسل بين الأحرار والوزراء السيادية؟ اللي جاي غيبين لنا باللي كاين تغيير في قواعد اللعبة، غيبدا من الأولات وغيوصل للوزراء.
الورطة كبيرات ملي الفتيت حط الفيتو على قائمة ديال التعيينات في المناصب العليا، المؤسسات العمومية اللي كان أخنوش باغي يحط فيها ناس الثقة ديالو. الفتيت فرض معايير جديدة قاسية كتركز على الولاء للدولة ماشي الولاء للحزب. هاد التحرك شل الحركة ديال بزاف ديال المفاتيح اللي كان كيعتمد عليها أخنوش لتمرير الصفقات الكبرى. واش عرفتوا باللي كاين مدراء مؤسسات عمومية كبار دابا كيتسناو غير الإشارة باش يتحطوا في الاستداع؟ هاد البلوكاج الإداري خلى الحكومة تبان باللي كتدور في بلاصتها. وباش تكتمل الورطة، الفتيت بدا كيتحرك في ملف العقار اللي هو العصب ديال الاستثمار في المغرب، وبدا كينبش في ملفات قديمة كانت محمية لسنوات. من بين الملفات اللي الفتيت جبدها دابا هو ملف الأراضي السلالية وكيفاش كيتم التفويت ديالها لشركات كبرى. هذا الملف هو كعب أخيل بالنسبة لبزاف ديال المستثمرين المقربين من الحكومة. المعلومة الاستخباراتية كتقول باللي الفتيت أمر بفتح تحقيقات في تفويتات تمت في جهة سوس ماسة والغرب، وهي مناطق نفوذ قوية للحزب الحاكم. أخنوش لقى راسو قدام خيارين أحلاهما مر، إما يضحي بكبار المستثمرين اللي كيدعموه، إما يدخل في مواجهة مباشرة مع وزارة الداخلية اللي عندها الوثائق الدامغة. والصدمة هي أن هذه التحقيقات بدأت كتوصل لنتائج محرجة كتمس تمويلات خفية لمشاريع سياسية. واش هذه هي الضربة القاضية اللي غتنهي أسطورة الحكومة القوية؟ أمام هذا الضغط ديال الفتيت، أخنوش بدا كيفكر في تحالفات جديدة باش يحمي راسه. ولكن المفاجأة هي أن حلفاء في الحكومة البام والاستقلال بداو حتى هما كيشوفوا باللي الفتيت عنده الحق. الفتيت نجح في عزل أخنوش سياسيا داخل الحكومة ديالو. المعلومة الصادمة هي أن كاين اتفاق سري بين وزارة الداخلية وزعماء أحزاب المعارضة باش يتم تليين المواقف مقابل كشف ملفات فساد كتمس قيادات في الأحرار. أخنوش لقى راسو كيحارب في بزاف ديال الجبهات بوحده، وهذا الشيء هو اللي مفسر ديك التنهيدة والارتباك اللي كيبان في تصريحاته الأخيرة. واش ممكن نشوفوا استقالة مفاجئة بداعي ظروف صحية، ولا القضية غتوصل لحل البرلمان؟ دابا وصلنا للمول بالموضوع. الورطة اللي كتشوفوا في الصورة هي تعبير على نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى. المغرب ما بقاش غيقبل فيها بالخلط بين التجارة والسياسة. الفتيت هو رأس الحربة في هذا التحول الجديد اللي كيهدف لتطهير الإدارة من نفوذ المال. المعلومة اللي خبيناها للآخر هي أن كاين لجنة تفتيش ملكية خدامة دابا في صمت على تقييم الحصيلة الحقيقية للحكومة، وتقرير الفتيت هو المرجع الأساسي لهذه اللجنة. أخنوش عارف باللي هاد التقرير فيه القنبلة اللي غتفركع كل شيء. وباش تعرفوا أشنو كاين في الصفحة 40 من هاد التقرير السري، واشنو هي العلاقة بين رحيل وزير مهم وزيارة الفتيت الأخيرة لجهة معينة، خاصكم تسناو الفيديو الجاي، حيث أشنو لقاو في الحسابات البنكية ديال واحد من أذرع أخنوش غيخلي المغرب كامل يتصدم، وقريبا غتخرج الحقيقة للعلن.